في ناس عايشين طول حياتهم مستنيين الظروف تبقى مناسبة، بس في الحقيقة الظروف عمرها ما كانت عائق. انت لو عايز تعمل حاجة هتعملها حتى لو الدنيا كلها وقفت قصادك. والقصة دي أكبر دليل. مرة كان في شاب عايش وسط ناس هم يسدوا النفس من الآخر. كل كلامهم مش هتقدر، الدنيا صعبة، مفيش فرص والحاجات دي. المهم هو كان عنده حلم واحد بس، إنه يغير حياته. بس كل ما يصحى الصبح كان يصحى على نفس الحياة: دوشة، مشاكل، إحباط. ومع الوقت بدأ يصدق كلامهم، لحد ما في يوم من الأيام شاف واحد زيه بالظبط، نفس الإمكانيات ونفس البلد ونفس الظروف، بس مع ذلك كان ناجح ومحقق كل اللي كان بيحلم بيه. الشاب ده استغرب واتفاجئ واتصدم التلاتة مع بعض، وقال لنفسه يعني على كده العيب فيا مش في الدنيا. وقتها قرر إن هو يبدأ من جديد. يوم وقع ويوم تعب ويوم فقد الأمل، بس كل مرة كان يفكر إن هو يتراجع فيها كان يفتكر إن أصعب وجع في الدنيا مش الفشل، لكن أصعب وجع في الدنيا إنك تعيش طول حياتك وإنت عارف إنك كنت تقدر وسبت نفسك بسبب الناس اللي تسد النفس. بعد كده الشاب ده بدأ يشتغل على هدفه، مش عشان خاطر الظروف بقت حلوة بقى والدنيا بقت جميلة، لا، ده بدأ يشتغل وهو تعبان وهو موجوع وهو مكسور. الناس ضحكت عليه بس كمل. مفيش حد ساعده بس برضه اعتمد على نفسه. والدنيا قفلت في وشه بس كسر الباب. كان مصدق إن مفيش حاجة اسمها مستحيل، لكن في حاجة اسمها أنت عايز ولا مش عايز. بص، الناس هتشك فيك قبل ما تصدقك، والدنيا مش هتديلك حاجة ببلاش الدنيا دي. بس ربنا مع اللي بيفكر وبيحاول وبيتحرك. وكمان مفيش حاجة اسمها لما الظروف تتعدل والحاجات دي، الظروف عمرها ما هتتعدل. انت اللي لازم تتعدل الأول، بعد كده دنيتك والظروف هتتعدل معاك. وكمان مفيش حاجة اسمها طريق سهل، لكن في طريق واحد بس، وهو إنك تبدأ وتكمل وتتحمل وتوصل. بس اسمعني كويس، لو عندك هدف معين وعايز توصل ليه اشتغل عليه كل يوم من غير ما تبص على النتائج، لأن هتيجي لحظة من اللحظات هتقول الحمد لله إني كملت وما بطلتش. بس وكمان مفيش عذر أكبر من إرادتك، ومفيش حد هيبنيك غيرك. وفي النهاية ما تركزش مع الشخصيات اللي بتسد النفس اللي اتكلمنا عنهم في أول الفيديو، لأن الشخصيات دي مش بيبقى في دماغها غير إن هو كل الأضواء عايزة تبقى عليه هو، يعني هو الفيلسوف وبرضه هو أينشتاين، وهو مش عارف مين اللي اخترع المصباح الكهربائي، وهو اللي اخترع المصباح الكهربائي. الشخص ده بس هو يعني المحور بتاع الكون. فما تركزش مع الشخصيات اللي زي دي، لأنه أساسا ما فيهوش عقل عشان خاطر نتجادل معاه بس. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعمونا واشتركوا في القناة. سلام.